الثقب الأسود داخلك. ليش كل ما نجحت ما تشبع؟ بداخلنا شي فارغ، حلقة داخلية مفرغة، نحاول نمليها بأشياء هواي وبطرق مختلفة بس بدون فائدة. مثلا شخص يحاول يمليها بنجاحات مدوية وخارقة ومبهرة، والشخص يمليها بشهرة ونظرات إعجاب بعيون الناس، والشخص يحاول يمليها بنهء وشره غير مبرر للفلوس أو النفوذ أو الأضواء أو اللبس أو حتى الأكل، والشخص يلبس رداء علم أو حكمة أو دين من غير عمق أو أصالة أو حقيقة. وكل هذا ما يملي ولا يشبع ولا يسد هذا الفراغ النفسي الداخلي اللي يكون صاير مثل الثقب الأسود اللي يبلع أي شيء وأي شخص بلا نهاية. وبكل صراحة ووضوح هذا الفراغ ينملي بشي واحد، هو إنك تصدق إنك تستاهل. أحيانا التربية أو المجتمع يأكد هذه الرسالة، أنت تستاهل تنحب، وأحيانا يشكك بيها، وأحيانا يوصلك عكسها. يعني ممكن يوصلك من الأب والأم بعض الأوقات إنك ما تستاهل حبهم أو اهتمامهم أو رعايتهم أو قبولهم، وإنك تستاهل بس بقدر سماعك للكلام وتنفيذ الأوامر. وممكن يوصلك منهم ومن المدرسة والحصص والمدرسين إنه قيمتك بالحياة تساوي فقط مجموعك بالإعدادية. وطبعا ممكن يوصلك من الشارع والشغل والمجتمع والناس إنك ما تستاهل تنحب ولا تفرح ولا تستاهل تطمئن ولا تعيش من أصله. بالمواقف الصعبة واللحظات الحاسمة هذه، إذا ما قاومت وما سمع الصوت فطرتك وطبيعتك بشكل جيد، راح ينخر الثقب الأسود نفسك ويكبر، وتعيش عمرك كله تحاول تمليه بسراب ورا سراب ورا سراب، وتجيب 1000% بالإعدادية ما راح ترضى ولا تفرح من قلبك ولا تحس بنجاحك لو أنت ما مصدق إنك تستاهل تنجح وتفرح. اجذب كل الأضواء وشد كل الانتباه ولم كل البشر حولك، كل هذا ما إله أهمية وما تحس إله أي معنى إذا ما مصدق إنك تستاهل تنشاف وتتقدر. لا تسأل شلون، صدق إنك تستاهل تنحب وانجح وافرح وتقدر، لأن الإجابة عندك وفطرتك وتكوينك. مطلوب بس إنك تسمح لنفسك تشوف هذا بيها وتصدقه، وتقول لأي شخص وكل واحد يحاول يوصلك لهذه النقطة إنك تستاهل.